انهزم فريق شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة بنتيجة 2-1 أمام الرجاء البيضاوي المغربي في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة لكأس الملك سلمان للأندية البطلة، وتقدم السياربي بهدف مبكر سجله المدافع المحوري معاذ حداد في الدقيقة التاسعة، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول، حيث كانت السيطرة واضحة لأبناء لعقيبة في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية عدل اللاعب السابق لأتليتيك بارادو يسري بوزوق النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 58، وأتيحت في الدقيقة 69 فرصة للشباب من أجل التقدم من جديد، إلا أن الكاميروني ليوني لوامبا مباشرة من الدار البيضاء. مع بداية الشوط الثاني الرجاء البيضاوي ضاغط ويبحث عن التعادل والجماهير تتابعه بترقب كبير. السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا تفيد أن مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي تبلغ من العمر 29 عاما وافتها المنية اليوم السبت خلال تواجدها بمحن. عرض المزيد تغلب الرجاء البيضاوي على شباب بلوزداد الجزائري 21 اليوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الملك سلمان البطولة العربية المقامة بالسعوي. عرض المزيد المدرب البلجيكي زيفين فان ديربروك خسر ضد الرجاء مع 3 فرق مختلفة في سنة وشهر. عرض المزيد تصريحات المدرب صفان فندنبروك والحارس عز الدين دوخة عقب مباراة الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة الملك سلمان للأندية بين شباب بلوزداد. عرض المزيد.